بين ليلة ونهار تقلبت حياتي 360 درجة وبدون سابق إنذار. بغيت تعرفوا قصتي؟ بقاو معايا. أنا سيدة مطلقة، عندي 36 سنة وعندي 4 الوليدات، 2 بنيات و2 ولدات. وإذا عرفتوا علاش طلقت هادي تضحكوا وهادي تضحكوا على جنب. أنا واحد الإنسانة محتجبة، والزوج ديالي كذلك إنسان ملتزم ومتشدد واحد شوية، ولكن ما كيقول غير شي حاجة اللي فعلا جابيها الدين ديالنا. واحد النهار كنت معروضة لواحد العرس، وعرس ما فيش اختلاط، يعني النساء فقط، عرس ديال العائلة. أنا مرة كيف لكم محتجبة ما كنخرجش بزاف إلا مع الزوج ديالي في السيارة، يعني ما كنمشيش السوق، ما كنمشي الحمام، ما كنمشي العروضات اللي فيها اختلاط. لكم كنت معروضة هذاك العرس، فرحت بزاف لأنه أخيرا غادي نخرج وغادي نفوت واحد شوية نتلاقى مع عيالات بحالي بحالهم، ننشطو ونجمعو، نبدل شوية الروتين ديال الدار، لأنكم عارفين روتين الدار دائما كتقتل. وجدت التكشيطة ديالي خيطتها بكل حب وانا فرحانة، وجدت لي زاكسيسوار غادي ندير، شفت ناديرة بالطالون مع انه ممنوع عليا نلبس الطالون، ولكن انا قلت غادي ناخذ معايا داك الطالون في الساق حتى الدار ديال العرس ولبسها، لان كيف كيقول الزوج ديالي كيتير كيلفت الانتباه. ما علينا، فعلا لبست التكشيطة ديالي، درت الفولار ديالي، لبست عليها الجلابة، وصلني الزوج الكريم، وبطبيعة الحال وافق على أنني نمشي، لأنه عارف بأن هذاك العرس ما فيش اختلاط، فيه فقط النساء. مشيت حتى لتما، وصلت للدار ديال العرس، سلمت على الناس، عطيت لمامة العروسة الكادو، وبدلت حويجاتي ولبست الطالون ديالي ودرت لاكار وماكيت وتقديت، لأنني فقط مع النساء. كانت الامور كلها مزيانه. هذا الصراحه واحد العرس زوين، شطنا فيه وشطحنا ولعبنا وضحكنا. تلاقيت في هذا العرس مع صحاباتي كانوا كيقراو معايا من ايام المدرسه وايام الجامعه، تلاقيت مع جاراتي اللي ما كنتلاقاش معاهم، نشطنا فوجنا، طلقت شعري، شطحت مزيان، ودي فولت صراحه مزيان. حتى لهنا كيف قلت لكم كلشي مزيان. سال العرس وكل وحده مشات لدارها، هذا تقولوا لي فين كاين مشكل؟ هنا غادي تبدا قصة حياتي. تقريبا من بعد 15 يوم على هذاك العرس كنت في داري مع وليداتي، جالسه كنحفظ معاهم، كنصاوب معاهم التمارين، حتى كيدخل الزوج ديالي في واحد الحاله، طالع ليه الدم وكيغوت وكيخاصم وجوج ديال شعري، وبقى كينتفني وكيضربني وخبطني برجلي ويخبطني بيدي، يعني ما خلى مدى. وانا رغم داك الالم كله وداك الطريب وداك كنشوف غير في وليداتي كيشوفوا فيا مساكن وكيبكيو وشدوا في بعضياتهم، البنات بجوج والدراري بجوج، بقاو فيا بزاف، وكنهوت كنقول دابا غير شنو واقع، شنو درت لك؟ كيقول لي انا في اخر ايامي تجي ما بحال وكتشوهني، شوهتيني مع صحابي، شوهتيني مع جيراني. والمشكله انه صوتنا كان مسموع، لانه هو كان كيغوت بالجهل وانا كنغوت من شده الحر وشده الالم، والجيران تيسمعوا، وحتى شي واحد ما قدر انه يتدخل او انه يجي يفكني ولا غير يحيي ولادي قدام هذاك المنظر. كريت لاصق مزيان، تزرقوا لي عينيا ولحمي كله ضرابي وزرقيه وحموريه جميع الالوان. ملي عيوت هاد ورحمني مشيت جريت عنقت ولادي، والله ما فكرت في راسي وما كنتش حاسه بالحريق، بخبري غير مع وليداتي غادي يتأزموا. شويه بدا عاوتاني كيغوت، قال لي نوضي جميع حوايجك وخويه ليا من هنا، ما نعاودش نشوف وجهك. قلت دابا غير شنو درت؟ فهمني غير علاش هادشي كامل. جبت التليفون ديالو وراني فيديو مصوره فيه انا وانا كنشطح مع زوج عيالات. طبعا هادشي في العرس اللي حضرت ليه اللي ما كملتش عليه حتى شهر، يلا 15 يوم باش داز، وهو اللي داني برجليه وعارف بان راه كاين غير العيالات، لكن ما تقبلش انني نتصور ويتحط لي فيديو كاع الناس تشوفوا. قالي واش انايا حابسك في الدار ومحجبك في الدار باش في الاخير يعيطوا لي صحابي ويقولوا لي راه مرتك مليوح ليها فيديو تتشطح؟ انا صراحه بقيت مصدومه، بس صدمه على صدمه، وما قدرتش حتى نهضر. مشيت جمعت حوايجي، جمعت حويجات وليداتي في الساق، شي درتو وشي ما درتوش. دارنا كانوا في مدينه اخرى ماشي في المدينه اللي ساكنه فيها، هو اللي وصلنا بالطوموبيل، هزني يلا طلعتي قدام، قال لي طلعي نروح، ما باقيش باغي نشوف وجهك ولا نشم ريحتك. وصلنا للدار، حط لي حدا باب الدار، حط وليداتي،
لاح ليا باز ديالي والسكان ديالي وديمارا. وكان الوقت ديك الساعه اللي نكشر 4 ديال الصباح ولا 5 ديال الصباح. بقيت على دارنا، غير شافوني تخلعوا، اولا من الوقت اللي جيت فيه، ثانيا انا بوحدي غير انا وليداتي، ثالثا هذاك الحاله اللي كنت فيها، وهذوك الضرابي والزروك ليا سحاب لهم غير واش شي كسيده. شرحت الوالديه وخوتي هي الوضع، بقيت معاهم شهر تقريبا وصلتني استدعاء ديال الطلاق. درت محامي ما كاملاش شهر اخر وطلقت. هنا محامي نصحني قال لي خاصك ضروري ترفي دعوه على هذيك اللي صورات الفيديو اللي نشراتو باش يتربى، لانهم ضيعوا لك حياتك. وفعلا داك الشيء اللي درت انا، ديك الفقصه اللي انا فيها وديك الحقره اللي حسيت بها رفعت بهم دعوه. ما كنتش كنظن بانهم غادي يعرفوا شكون اللي صورات وشكون، ولكن تبارك الله الشرطه العلميه كتجبد كل شيء، عرفوا شكون اللي صورات الفيديو وعرفوا عند من تلاح النهار الاول، قدروا يعرفوا جميع المعلومات على البنت اللي صورات. بنت كبيره وباقرة عندها 21 سنه، والمشكل الكبير انه كانت معها ماماها. البنت تحكمات بسنه ونصف ديال السجن النافذه، ومعها ماماها اللي تحكمات بغرامه ماليه 20,000 درهم، لانهم تسبوا لي في خراب بيت الزوجيه بسبب تشهير وتصوير فيديو من دون اذن والتدخل في الحياه الشخصيه. وحتى البنت اللي بارطاجته اول مره، انا صراحه بيني وبينكم ما كنتش بغيت هذا الشيء لهذوك الناس، ولكن علاش حتى هما صوروني؟ علاش ما كانت حداها وما قالت ليهاش لا ما تصوريش المراه، ما تصوريش العيالات؟ علاش ما هضرتش معاها؟ والبنت كبيره ماشي قاصر باش نقولوا ما عارفه والو. بعض المرات كنحس بالذنب لانني بحال حتى انا خرجت عليهم، وخصوصا حيت هذيك البنت اللي صورتني، ولكن حتى هما خرجوا لي على حياتي وضيعوني وضيعوا لي وليداتي. والمشكل الكبير انني وليت لاقي مشكل مع الجيران، كل شيء كيقول بان راجلي طلقني لحقاش بقى عليا فيديو ديال الفساد، واللي كنقول ليه راه فيديو غير كنشطح فيه مع العيالات، وفي المجمع ديال العيالات ما كيتيقونيش. صبرت حتى عييت وهزيت وليداتي ومشيت كريت في مدينه اخرى، والحمد لله لقيت والديا وخوتي ناير جنبي. البنات باطر ديال البال ما تبقاوش غير كتصوروا وكتلوحوا، ما تبقاوش تدخلوا في اعراض الناس وفي الحياه الشخصيه ديال الناس، لان تقدروا تدمروا عائله بفيديو واحد فيه دقيقه ولا 2 دقائق. وحتى العيالات ما تبقاوش فين ما مشيتوا تكونوا مرتاحين وعليز وتشطحوا، بقاو تردوا البال مع نتوما كاينين، ما تكلم بنت خالتك ولا صاحبتك ولا جارتك ولا. الانسان دائما يرد البال ويدير احتياط، خصوصا اللي عندها زوج واعر بحال الزوج ديالي. نتمنى ان القصه ديالي تكونوا استفدتوا منها وخديتوا منها عبره. البنات وصلنا نهايه القصه، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم، تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وما تنساوش عافاكم باشتراك معايا في القناه وفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا او بالفيديوهات اول باول، يعني فين ما حطيت شي قصه تسمعوها نتوما الاولين. شكرا لكم بزاف على الدعم والى اللقاء.